مرحبا بكم جميعا. راح نبلش اليوم وياكم بأهم التعاريف المرشحة لمادة الكيمياء للصف الثالث المتوسط. إذا كنتوا أول مرة تشاهدون القناة لا تنسون الاشتراك بهذا القناة لأنها تنشر كافة المرشحات الوزارية اللي تفيدكم. كذلك حطونا لايك على هذا الفيديو حتى نستمر بنشر المزيد. طبعا بهذا الفيديو راح نشر لكم كل التعاريف الوزارية اللي راح تجي لك من بداية الكتاب إلى نهايته. زين، فقط المرشحات الوزارية اللي دائما يجن يعني مكررات وزارية. عندي مبدأ ألطاو تعريفه، وينص هذا المبدأ على أن مستويات الطاقة الثانوية تملأ بالإلكترونات حسب تسلسل طاقتها من الأوطى إلى الأعلى. قاعدة هوند تعريف وزاري، وتنص على أنه لا يحدث ازدواج بين الإلكترونين في مستوى الطاقة الثانوي إلا بعد أن تشغل جميع أوربيتالاته فرادا، حيث لا نضع إلكترونين في أوربيتال واحد إلا بعد أن نضع إلكترون واحد في كل أوربيتال. تعريف وزاري مهم متكرر، ترتيب لويس أو رمز لويس، وهو ترتيب يعتمد على عدد الإلكترونات الموجودة في الغلاف الأخير، حيث يكتب رمز العنصر محاطا بأربعة أو محاطا 4 من الجهات الأربعة. نصف قطر الذرة مهم، هذا وزاري. أنا بهذا الفيديو راح أنشر لكم كافة التعاريف الوزارية. يعني هو نصف المسافة بين نواتي ذرتين متماثلتين متحدتين كيميائيا، وهو الذي يحدد حجم الذرة. طاقة التأين هي مقدار الطاقة اللازمة لنزع إلكترون واحد من مستوى الطاقة الخارجي لذرة عنصر معين متعادل الشحنة في حالتها الغازية. مثلا هسه عندي Na اللي هو الصوديوم زائد طاقة التأين يصير Na موجب زائد E سالب. طريقة فراش هي طريقة خاصة لاستخراج الكبريت من باطن الأرض، وتتضمن مد 3 أنابيب داخل بعضها إلى المنطقة التي يوجد فيها ترسبات الكبريت. جبس باريس، طبعا مثل ما قلت لكم هاي التعاريف هي المكررة الوزارية. أي شيء أني راح أذكره بهذا الفيديو هو عبارة عن وزاري، أي شيء متكرر وزاري. فأنتوا شلون إيش وقت تقرونها وإيش وقت تبلشون بعد ما تقرون الكتاب زين وتبلشون بالوزاريات تجون تراجعون هنا، والما قاري نهائيا عادي يراجع هنا، هم راح يحصل تقريبا 50 إلى 60 درجة إن شاء الله. مو بس بهذا السؤال، لا يعني بعد راح نشر لكم إن شاء الله مجموعة من الوزاريات الأخرى. جبس باريس هو الجبس المتكون نتيجة تسخين الجبس الاعتيادي الذي يفقد جزء من الماء، ويستعمل في التجبير وصنع التماثيل وفي البناء والصيغة الكيميائية له. هاي هي الصيغة الكيميائية تحفظونها مهمة جدا. تفاعل الترميث هو تفاعل مسحوق الألمنيوم مع أكسيد الحديد، هذا أكسيد الحديد الثلاثي تفاعلا شديدا مصحوب بحرارة عالية مع تطاير شرار أو شرر ينتج عنه منصهر الحديد نتيجة قيام الألمنيوم باختزال أكسيد الحديد. ويستفاد من التفاعل في لحيم الأجهزة الحديدية، هذا مهم جدا انتبهوا لي عليه، في لحيم الأجهزة الحديدية الكبيرة وقضبان سكك الحديد واستخلاص بعض الفلزات. السلوك الانفوتيري وتفاعل العنصر مع الحوامض والقواعد مكونا أملاح العنصر ومحررا غاز الهيدروجين في كلتا الحالتين مثل الألمنيوم. الشب هو ملح مزدوج، وهو يتركب من
مزج مقدارين متكافئين من محلولي كبريتات الألمنيوم وكبريتات البوتاسيوم المائيين وماء التبلور بنسب كتلية ثابتة. والصيغة العامة للشب هي، تحفظوا لي هاي الصيغة مهمة جدا، تجيكم مرات فراغات أو حتى مرات تجيكم أعطوا الصيغة الكيميائية لكذا. مثلا المحلول المشبع هو المحلول الذي يحتوي على أكبر قدر ممكن من المذاب، وإن المذيب لا يستطيع أن يذيب أي زيادة أخرى من المذاب. المحلول فوق المشبع هو المحلول الذي تفوق كمية المذاب فيه ما قد يمكن المذيب من إذابته. المحلول غير المشبع هو المحلول الذي يحتوي على كمية من المذاب أقل من الكمية اللازمة للتشبع عند درجة الحرارة والضغط المحددين. المحلول الإلكتروليتي هو المحلول الذي تتأين فيه جزيئات المذاب في المحلول، وقد يكون الإلكتروليتي قويا عندما تتأين جزيئاته بشكل تام في المحلول، مثل حامض، هاي الصيغة HCl هيدروكلوريك. وقد يكون إلكتروليتا ضعيف مثل حامض، انتبهوا لهذا المثل يجيكم مرات فراغات. وقد يكون إلكتروليتا ضعيفا مثل حامض HF، يعني شنو؟ هيدروفلوريك، أي إن جزيئاته تتأين بدرجة غير كاملة. نأتي إلى المحلول غير الإلكتروليتي، هي مركبات جزيئات لا تتأين في المذيب مطلقا مثل السكر والكحول الأثيلي. المحلول أو قابلية الذوبان مهم وزاري متكرر بأكثر من دور، تعرف بأنها أكبر كمية من المادة المذابة ممكن أن تذوب بحجم معين للحصول على محلول مشبع بدرجة معلومة، وتختلف قابلية الذوبان تبعا لطبيعة المذاب والمذيب ودرجة الحرارة والضغط. المحلول هو خليط متجانس من مادتين أو أكثر لا يحدث بينهما تفاعل كيميائي. تسمى المادة الموجودة بوفرة بالمذيب، والمادة القليلة بالمذاب. هاي بالمذيب وهاي المذاب تجينا فراغات، انتبه لها. المحلول المخفف هو المحلول الذي يحتوي على كمية قليلة من فراغ المذاب. المحلول المركز هو المحلول الذي يحتوي على كمية كبيرة من المذاب. زين، مرات هاي تجينا فراغ، كمية فراغ من المذاب. جل السليكة مهم وزاري، مسحوق غير بلوري، يتكون من تجفيف السليكة المائية ويستعمل بصورة رئيسية كعامل مجفف. مرات يقول لك علل ليش السليكة يستعمل بصورة رئيسية كعامل مجفف؟ ليش؟ وذلك لمساحته السطحية الكبيرة وقابليته العالية لامتصاص الماء. السليكات من أكثر المركبات انتشاراً في الطبيعة، تشكل مع الأكسجين حوالي 74، انتبهوا لي على الفراغ، 74% من القشرة الأرضية. وأكثر أنواعها انتشاراً سليكات الصوديوم وسليكات الكالسيوم. ننتقل إلى ماء الزجاج مهم، هو المحلول الماء المركز لسليكات الصوديوم، ويستخدم في حماية الأقمشة من الحرائق، ومادة لاصقة رخيصة ولتقوية الإسمنت. زيوت السيليكون والتي تضفي على السطوح طبيعة مانعة للالتصاق ومضادة للرطوبة مثل سطوح الأنسجة والبنايات. الهيدروكربونات وهي مركبات عضوية تتكون من الهيدروجين والكربون فقط، وتقسم إلى نوعين: الهيدروكربونات المشبعة والهيدروكربونات غير المشبعة.
الكحول المعطل السبيرتو هو كحول أثيلي مضاف إليه كحول الميثيل السام ليعطل عن الشرب مع تلوينه بصبغة لتميزه عن الكحول الأثيل النقي، وهو يستخدم لأغراض التعقيم يعني الديتول. طريقة هابر مهمة وزاري هي طريقة إنتاج غاز الأمونيا، والتي تتضمن الاتحاد المباشرين النيتروجين والهيدروجين كما في المعادلة الآتية: نيتروجين N2 زائد 3H2 ينطيني N2NH3 غاز الأمونيا. الكبريتات هي أملاح حامض الكبريتيك الناتجة عن تفاعل الحامض المخفف مع الفلزات أو أكاسيدها أو هيدروكسيداتها أو كربوناتها، كما في حالة أوكسيد الخارصين وهيدروكسيد الخارصين وكربونات الخارصين. التميؤ هاي ما خاف ما منتبه ما مبينه. التميؤ هي ظاهرة امتصاص الرطوبة من الجو. لهنا خلصنا من أهم التعاريف الوزارية المرشحة. هاي مجموعة من التعاريف اللي هن عبارة عن 29 تعريف. انتظروني راح انشر لكم المزيد إن شاء الله، ومثلا أنا راح أخليكم كل تعاريف بفيديو، وكل فراغات بفيديو، وكل الاختيارات بفيديو، الخواص الكيميائية بفيديو، المقارنات بفيديو، وهكذا. تابعوا القناة حتى يوصلكم كل ما هو جديد.